جروب إل فيها إنجلترا، كرواتيا، بنما وغانا، وها كل شيء خاصك تعرف. من بعد ما مشى ساوث جيت وجا توماس توخل، إنجلترا ولات كتدخل بزاف لمنطقة الخصم. لمساتها في البوكس طلعت من 28 ل 42 في الماتش، والتمريرات من 526 ل 643 في كل 90 دقيقة، وزادوا حتى في عدد التسديدات. في التصفيات ربحوا 8 من 8 وما دخلش عليهم حتى جول، ولكن المشكل باقي المنتخبات يقدروا يفاجئوهم. بنما ما عندها حتى لاعب في التوب 5 ليجز، ولكن وصلت لجوج فاينلز في آخر 3 سنين، حيث المدرب ديالهم خدام مع نفس المجموعة مدة طويلة. ونفس الشيء مع كرواتيا وزلاتكو داليتش، هو أطول مدرب بقى في هذه المجموعة، وصلهم الفينال وورد كاب في 2018 وثالث العالم في 2022. ورغم أن السكواد كبرت في العمر، كانوا الثانيين في تصفيات أوروبا في expected goals. أما غانا عندها أسماء بحال أنطوان سيمينيو، إنياكي ويليامز، ولكن المفاجأة أنها أقل منتخب في هذه المجموعة في رانكينج وبفرق كبير، وخسرت آخر 5 ماتشات. جابوا كارلوس كيروز اللي درب في 4 نسخ ديال وورد كاب وممكن يحسنهم، ولكن التوقعات باقية قليلة.